لكن اللي صار اليوم بصراحة حاجة كبيرة. خلونا نتكلم عنها بالتفاصيل، واللي هي صارت في المؤتمر الصحفي اللي جمع هيرفي رينار وحارس منتخبنا نواف العقيدي، وسؤال أحد الإعلاميين من الأشقاء العمانيين له في المؤتمر الصحفي. خلنا نشوف رد نواف العقيدي. نواف العقيدي وما عليك زود، بس أنا الصراحة وأنت تقول اسمك ما كنت مركز في اسمك. السؤال الثاني، احنا ندعم قيادتنا بملف التطور السعودي في الدوري، ضخ المليارات، فهي ملياراتنا احنا نضخها وين ما نبي، ونبي اصلا احنا نتطور مع العالم، عشان كذا احنا نواصل بهذا الشيء. بخصوص المنتخب السعودي دائم كان كعبة عالية على عمان. احنا اليوم في كأس العالم، وراح نلعب كأس العالم الجاي، وراح نكون كويسين في كل بطولة لأننا قاعدين نتطور. بعيدا عن كل شيء، بكرة إن شاء الله راح يثبت المنتخب السعودي مين هو، زي ما كنا نثبت أول. ومثل ما قلت لك احنا جالسين نتطور في كل المجالات، احنا مبسوطين من ذا الشيء وفخورين في ذا الشيء. خليني من الرد الملجم لنواف، لحظة بس، يعني في أشياء أبي أضيفها بعدين. خليني من رد نواف الملجم. شكرا لك. أنا اللي أسعدني ردة فعل الزملاء الإعلاميين، ردة الإعلاميين أخويانا. فيما مضى كان فيه مع الأسف شخصنة، تركيز على لاعب معين. يعني أنا ما أنسى اللي صار في إحدى المباريات الودية في أول سنة للاستحواذ، لما كان هناك فيه حرب ضروس على نواف العقيدي لأن الحارس الأساسي للنصر وهو في المنتخب، لدرجة أن أخطأ في باص شن عليه الإعلام أو بعض الإعلام الهلالي هجوم غير طبيعي، والمباراة تشتغل والمباراة شغالة في هجوم غير طبيعي. وأخطأ حسان تنبكتي وتسجل هدف في مرمانا، ما تكلموا. لكن اليوم جالس أشوف الإعلام الرياضي يستوعب المرحلة اللي احنا في. أنا ماني بعلم، لا والله كلهم يعلموني، ولكن احنا محتاجين الوقفة ذي، محتاجين لما يلعب منتخبنا ننسى الألوان،